السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم أغلى متابعينا عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل الكسكسي بطريقة سهلة جدا، وتقدري تعمليه بسهولة يعني حالا كده، حاجة سريعة وحلوة جدا، بيتاكل بكذا طريقة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. وحماتي اللي بتعمله بالمناسبة، فعايزة تشجيع بقى وكلام حلو كده عشان هتشوفوا. هي جابت 3 كيلو دقيق، وبقيت تحط المية كده تدريجيا، وكانت حاطة معلقة ملح على كمية الدقيق دي. وهتبدأ بقى زي ما انت شايفة كده تفرك بإيديها واحدة واحدة لحد ما تحس ان هو تماسك معاها، وبقي عامل زي الحبات الصغيرة جدا. تمام. نزلت دلوقتي بكيسين من البودر، ودي حاجة مهمة جدا يا جماعة، وخطوة مهمة جدا عشان تخلي الكسكسي معاكي هاشش كده وظريف، ما يبقاش مكلكع كده على بعضه، يبقى رخم شوية. فهي حطيته كده عليه، وهتبدأ بقى تقلبه كويس على الدقيق كده، والمية بتنسمها كده بسيط على ايديها كده، علشان ما يغرقش يعني، ويبقى عبارة عن عجينة كده متماسكة. فهي بتحط كده تنسيمة علشان يبقى مفتفت زي ما انت شايفة كده اهو. يا رب تكون الصورة واضحة قدامك، ويا رب الفيديو بتاع النهاردة بقى يعجبكم، واشوف رأيكم ان شاء الله. وقلنا نعمله كده قبل رمضان عشان الحاجات دي بتبقى تقيلة شوية في رمضان، ويعني مش محبوبة قوي بالنسبة لنا، فحبينا نعملها كده قبل رمضان عشان الأكلة دي بنحبها جدا. اتمنى لو لسه في الفيديو تشتركي وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد بنعمله، واهم حاجة تحطي اللايك علشان برضو يوصل ان انت شفتيه والفيديو يعلى ان شاء الله، ونكبر كلنا سوا بأمر الله يا رب. هي كده هي بتفرك فيه. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك يا رب، وتعملي احلى حاجة لبيتك يا رب العالمين. أهم حاجة اوعي تنسي الصلاة على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اوعوا تنسوا الصلاة يا جماعة. هي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هي بتفرك اهي زي ما انت شايفة. لو تاخدي بالك القوام قبل ما في اول الفيديو والقوام دلوقتي اختلف تماما، يعني بقى شكله مختلف تماما. فهي دلوقتي بتفضل كده تستمر فيه، بس الاول كده تفركه، وبعد كده هتجيب المهزة وتبدأ كده تعمله او تعديه من المهزة كده، وان شاء الله تشوفي كل ده بإذن الله. يعني سهل جدا، تقدري تنفذيه على طول في اي وقت. هتجيب المهزة اهي زي ما انت شايفة، وهتبدأ تحط كده فيها الكسكسي، وهتشوفي دلوقتي هتعمل ايه، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكي. وفي كذا طريقة تانية بالخلاط وبالكبة، نقدر نعملها ان شاء الله مع بعض. لو عجبكم الفيديو دوت ابقى هنزل لكم الطريقة التانية، لو مش متوفر عندك المهزة او يعني مش عايزة الدربكة الجامدة دي، ممكن نعمله في الكبة او في الخلاط، وان شاء الله هيبقى حلو برضو جدا. بس حبينا نعمله لك بالطريقة البلدي كده المعروفة. وعلى فكرة سهلة والله، مش صعبة جدا خالص يعني. يعني نحاول نعمل كل حاجة بطبيعتها احسن، يعني ما بحبش الافتكاسات في الحاجات دي. بنحب الطبيعة فيها شوية. هي كده هي بتبدأ برضو في المهزة، بتبدأ توزعه كده عليها وبتفرك فيها، وبتنزل من تحت حبيبات صغيرة جدا. وبرضو هحاول اقرب لك الكاميرا وتشوفيها من قريب ان شاء الله كده. بصي بتنزل من تحت ازاي. اللهم بارك، شكله كان تحفة وطعمه كان حلو جدا. ممكن تاكليه بكذا طريقة، يعني كله متاح عندك.
بُصّي، هي جابت دقيق كده زي كبشة كده وحطّتها علشان تساعدها إذا كانت في حاجة طرية أو حاجة مكلكعة معاها بتساعدها، وكمان علشان البواقي اللي بتبقى في المهزة كلّها برضه تنزل. اللهم بارك، اللهم بارك. هي كده خلاص دي الكمية أهي، ودي برضه الفتافيت اللي بتبقى زيادة بتشيلها. وبتبدأ تدّي له فركة كده على إيديها برضه علشان تتأكد إن كلّه بقي يعني حبيبات، ما فيش قطع كبيرة عدِّت من المنخل، بس ما أظنش يعني هو بسم الله ما شاء الله ما خلّاش فيه حاجة يعني، فهي برضه لازم تعيد عليه كده علشان يبقى كلّه بسِوَى واحد يعني. اللهم بارك. بُصّي عامل إزاي كإنه رمل، رمل بجد يعني كان حلو جدًا. على فكرة أنا باحبه علشان بيبقى فيه إحساس كده وأنتِ بتاكليه، حاجة كده حلوة أوي يعني. مش عارفة بصراحة أقولها لكم إزاي. بُصّي من قريب عامل إزاي سبحان الله بجد كان حلو جدًا. جابت الحلة حطيتها على النار وحطيت من فوقيها المصفى وبترص المعالق كده علشان البخار ما يبقاش لازق في الكسكسي دوت. فهي بتحط كده المعالق الأول، وجابت قماشة نضيفة مخصصة بس للموضوع دوت، وربطتها من تحت وبدأت تحط فيها كده الكسكسي من فوق كده اهوت، وهتوزعه كويس بس أهم حاجة ما تضغطيش عليه وهو في الحلة علشان هتبدأ الأبخرة تخرج ما بين المسامات اللي ما بين كل الحبة وحبة، فبيساعد ان هو يستوي كله مع بعض. لو انتي ضغطتيه هتكتمي بقى المسامات دي وهتكتمي البخار وتبقى كل حاجة كده معجنة وتبقى الموضوع خرج عن السيطرة. فانتي ما بتضغطيش بتخليه كده، اقولك ايه طيب، مفرفت من بعضه. مفرفت كده علشان خاطر يتنفس، يا دوبك بس بتسويه كده من على الوش، وبتبدأي بقى تغطيه وتسيبيه يعيش حياته كده لمدة قد ايه بقى، لمدة ساعة كاملة. بتسيبيه ساعة كده في المصفى وتحتيها المية شغالة تمام، وايه، ومش بنعري عليها خالص غير بعد الساعة. تمام هي كده اللهم بارك بعد ما عدت الساعة بتاعتنا وتمام كده استوت اهي اللهم بارك، او التسوية الاولى زي ما ايه بنقول كده. لسه هنديها تسوية تانية وهنقولك هنعمل فيها ايه برضو. هي كده اللهم بارك بعد ما استوت خلاص هننزلها في الطبق برضو اللي عجننا فيه، ونبدأ كده نفرفتها من بعض، وهنشوف الخطوات مع بعض ان شاء الله. خلي بالك بس في المرحلة دي علشان بتبقى سخنة جدا، وفي خطوة مهمة وأساسية لازم تتعمل وهي سخنة كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك يا رب وتعملي احلى حاجة. الخطوة المهمة اللي انا قلتلك عليها ان انت بتجيبي المية وهي سخنة جدا كده، وتبدأي ترشرشي كده عليها بسيط كده بالمية علشان خاطر
تتغلف يعني مع بعضها، ولو فيها قطعة ما استوتش أو حباية ما استوتش المَيّة بتخلّيها تندمج مع بعضها وتستوي. تمام، أهم حاجة، أهم مرحلة إن هي تبقى سخنة جدًا، جدًا، يعني هي كانت بتقلّبها يا عيني وكانت سخنة جدًا على إيديها بس طبعًا لازم تتقلّب وهي سخنة. أهم حاجة تحطّي comment عشان ما نزعلش منِّك comment وlike كده حلوين علشان نعرف إن أنتِ سمعتِ الفيديو ويكون كمان وصل لِك، وأهم حاجة تسمعيه للنهاية علشان يوصل لمشاهدة وإن أنتِ شُفتيه. تمام، هي كده اللهم بارك بتقلّبها أهو، بتحاول تفتّحها من بعضها بكل سهولة. ربنا يحسن ما بين إيديكِ يا رب العالمين. هنقلبهم كده، هنطلّعهم من الطبق دوّة، نحطها في حاجة تانية علشان خاطر ندّيهم برضه مهزّة كده تاني، زي ما أنتِ شايفة كده، بتبقى برضه المرحلة دي مهمة جدًا علشان أنتِ في المرحلة ديّة بتشوفي بقى اللي ما استواش واللي استوى والكلام ده كلّه، وزي ما اتفقنا إن إحنا رشرشنا عليها مَيّة، فلازم المَيّة ديّة تتحط على النار تاني، هنحطها بس بعد ما نعدّيها كده من المهزّة. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك، الكمية أهي خلصت وهنبدأ بقى نعديها كلها من المهزة كده زي ما انت شايفة، سهلة جدا ومتيسرة. اللهم بارك علشان هي كانت مخدومة صح قبل كده. بصي الحبيبات وهي نازلة، يعني بجد والله تسلم ايديها، كانت حلوة جدا. غير بقى المتعة في العجن بتاعها، يعني اصلا العجن بتاعها متعة تانية. هي كده اللهم بارك خلصتها تاني اهي زي ما انت شايفة. الحاجات الزيادات دي بتتشال ومش بنحطها. تمام، هي كده بقى هترجعها تاني في الحلة زي ما انت شايفة كده في القماشة برضو، وبتبدأ توزعها عن بعض، وزي ما اتفقنا مش بنضغطها، بتبقى كده متوسعة ما بين بعضها علشان تعرف تتنفس كويس. اللهم بارك اهي اتغطت اهي، وهنرجع نحطها على النار. ودي بعد الساعة التانية يا جماعة، قعدت على النار ساعة كاملة تاني. وبعد ما بتطلع اهي برضو بتبقى سخنة جدا، تخلوا بالكم في المرحلة دي يا جماعة بالله عليكم علشان ما تتلسعوش يعني. هتبدأ كده توزعها او تفرفتها من بعض كده المقصوصة كده زي ما انت شايفة، ودي سمنة بلدي. لازم تتحط لها السمنة البلدي كده مجرد ما طلعت من الحلة. يا رب يكون الفيديو خفيف كده وظريف ولطيف، علشان انا حاسة ان انا رغاية قوي فيه. مش عارفة يعني، ممكن عشان سهرانة فبرغي كتير، ولا ده انا حاسة كده بس. قولولي برضو في الكومنتات، يمكن اكون رغاية النهاردة ولا حاجة واخف الرغي ده شوية. هي كده اهي بعد ما فرفتها من بعض بدأت تحط السمنة كده، برضو بتحطها وبتقلب وبترجع تحط تاني علشان ما يبقاش السمنة في حتة واحدة. وما ينفعش تكبيها مرة واحدة علشان هتبقى حتة فيها وحتة ما فيهاش، لازم زي ما انت شايفة كده بتبدأي توزعيها رشرشة. مش عارفة اقولها ايه يعني، بس هي بتبقى رشرشة كده بايديكي كده. عايزة اقول لكم ان طعمها كان حلو جدا جدا، وممكن تاكليها بكذا طريقة. ممكن تعمليها يعني اسمع ان في ناس بتاكلها بشوربة، بصراحة ما جربتهاش قبل كده خالص، بس ان شاء الله هجربها. ممكن تعمليها بالسكر زي ما احنا بنحبها كده. ليها حاجات كتيرة جدا بصراحة. ممكن تعملي توابل الاندومي وتعمليها لأولادك كأنها اندومي، فاهماني؟ فهي بتبقى برضو يعني حلوة جدا، وفي نفس الوقت حاجة نظيفة في بيتك انت اللي عاملاها وضامنة جودتها.
تمام، إحنا كده اللهم بارك خلّصنا ال3 كيلو أهو، وخلّصنا الكمية كلّها. هنجيب بقى السكر البودر، إحنا على فكرة بناكلها بالسكر البودر فبتبقى حلوة جدًا. نزلنا بقى بورقتين كده فانيليا، 3 ورقات كمان مش ورقتين. تمام كده، وهنقلّبهم بقى كويس مع بعض، وبالهنا والشفا تقدري تحطّي بقى عند التقديم كده ترشّي عليها بقى شوية سكر من فوق، وتاكلي أحلى كسكسي في الدنيا. حاجة كده نضيفة، ما تشتريهاش من برّه بقى، اعمليها في البيت، سهلة جدًا وتقدري تعمليها حالًا دلوقتي لأولادِك. فأتمنى بقى الفيديو يعجبكم ويكون كده خفيف وظريف، ما اكونش رغاية زي ما قُلت لكم. باحبكم في الله يا أحلى متابعين، ربنا يديمكم في حياتي كده نعمة وأحلى ناس والله في الدنيا، وأقول لكم بقى إيه، سلام.